نور صبري حامي عرين منتخب العراق هو من الأسماء الكبيرة والبارزة في الخليج والوطن العربي. هذا البطل الملقب بالإمبراطور حصد العديد من الألقاب الفردية والجماعية المحلية والدولية. في بطولة كأس الخليج 21 بالبحرين عام 2013 سطعت نجومية نور صبري وقاد منتخب أسود الرافدين إلى المباراة النهائية متفوقا على حراس تميزوا في البطولة أمثال الكويتي نواف الخالدي والإماراتي علي خصيب. الإمبراطور حافظ على شباكه نظيفة في مباريات الدور الأول أمام السعودية والكويت واليمن، وفاز بلقب أفضل لاعب في المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده على الكويت بهدف وحيد. وفي موقعة الدور نصف النهائي أمام المنتخب البحريني المضيف صمد نور صبري مدة ساعة كاملة قبل أن تهتز شباكه بعد 330 دقيقة بواسطة ركلة حرة نفذها علي حسين بابا. واصل الحارس الشجاع تألقه في الوقت الإضافي ثم لعب دور البطل المنقذ في ركلات الترجيح بتصديه الرائع لكرتين وتقدمه لتنفيذ الركلة الحاسمة مسددا كرة صاروخية سكنت الشباك البحرينية وقادت المنتخب العراقي إلى المباراة النهائية التي خسرها أمام الإمارات بهدف مقابل هدفين. لم يتردد النقاد في تتويج نور صبري بلقب أفضل حارس مرمى في البطولة، وبات ثالث عراقي يحظى بهذا الشرف بعد رعد حمودي في عام 79 وفتاح نصيف في خليج 84.